أذكى قرار اتخذته المملكة المغربية بصفة عامة والدبلوماسية والخارجية المغربية بصفة خاصة هو رفض المساعدات المقترحة من طرف حظيرة الجزائر ومن طرف ماماها فرنسا. بقاو معايا في هذا الفيديو إلى بغيت تعرفوا لماذا. أصدقاء ومتتبعي مبارك المغربي الجنود، السلام عليكم. آه سنعود إلى هذا الموضوع لنبين للعالم ولنبين لبعض المطبلين إلى أن قرار المملكة المغربية برفض المساعدات الجزائرية ومساعدات ماماها فرنسا كان قرارا حكيما وكان قرارا ذكيا من طرف المسؤولين في المملكة المغربية. الدليل، ما غاديش نرجع بكم للستينات. سمعوني مزيان يا شياتات النظام الجزائري التبوني الشنقريحي البومدياني المجوسي. دائما كنت نقول لكم المجوسي منذ أن دخلت وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا كنقول لكم بأن هذا النظام نظام مجوسي لا دين له، لا لغة له، لا أصل له، لا تاريخ له، لا تراث له. وكنت نقولها وكانوا الناس يعاتبونني على هذه الكلمة. ها أنتم تأكدتم اليوم بأن النظام الجزائر، النظام عصابة حظيرة الجزائر وشياتته، علاقتهم بالإسلام هي علاقة المش والقط، يعني علاقة عدوانية محضة لمبادئ الدين الإسلامي. ما غاديش نرجع بكم للستينات، ما غاديش نرجع بكم للسبعينات والثمانينات والتسعينات، غادي نرجع بكم للأمس عندما قدم مجيدو صاحبي الله يطول في عمره على رأس حظيرة الجزائر 100 مليون دولار لقيس سعيد. خرج الإعلام الجزائري المسموع المرئي المكتوب الذبابي في وسائل التواصل الاجتماعي انهالوا على تونس بكلام وبئس الكلام. نحن أنقذناكم، نحن اللي كنوكلوكم، حنا اللي كنشربوكم، حنا اللي نقذناكم وعطيناكم 100 مليون دولار، وحنا درنا لكم وحنا فعلنا لكم، الى درجه ما بقاو غير يقولوا راه حنا هما المسؤولين عليكم وحنا هما الصاهرين على حياتكم وحنا يعني. حتى وصل بأحد المسؤولين الجزائريين في بلاطو لإذاعة رسمية جزائرية قال بأن تونس ولاية جزائرية، هذه غير أعطوكم 100 مليون دولار. يعني النظام الخبيث أو العصابة الخبيثة الموجودة في حاضرة الجزائر والله العظيم آخر ما يهمها هو الشعب التونسي، والله العظيم آخر ما يهمها هو الشعب الليبي. وأنا جاي لهذا الموضوع. آخر ما يهمها هو الشعب الموريتاني. في آخر اهتماماتها هو إنقاذ روح واحدة من الشعب المغربي. وحنا كنشوفوا كيف أنقذوا أرواح سياح مغاربة تودروا في البحر في السعيدية، وقاموا بإنقاذهم بطريقة راقية وبطريقة يعني إنسانية وبطريقة إسلامية. من هنا كنقول لكم شابو. كرروا نفس الشيء بالأمس مع ليبيا لما فشلت مسرحيتهم في إرسال المساعدات للمغرب، والطائرات اللي صوروها لنا في المطار وواحد 4 ولا 5 ديال الناس لبسوهم اللباس تاع الحالة تاع ما يسمى عندهم بالوقاية المدنية، أرسلوا الطائرات إلى ليبيا. هنا غادي من بعد غادي نرجع لكم إلى ما قام به بونيف، وهو يدل فيه دلالة كاملة وشاملة ومعنى واضح وصريح إلى ما كانت تنويه الجزائر من تقديم مساعدتها للمغرب. سأعود إلى هذه النقطة. رجعوا لليبيا. وأنا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص اليوتيوب والتيك توك. لقيت لايفات ليل نهار 24 ساعة على 24 ساعة إلى الذباب الشنقريحي التبوني يتكلمون عن إرسال مساعدات إلى ليبيا. أصبح الشعب الليبي مثل الشعب التونسي. نحن أنقذناكم وأنتم ما في يديكم وأنتم ما عندكم، وحنا اللي درنا لكم
وكون ماشي حنا كون وقع لكم وحنا درنا لكم وحنا القوة الضاربة وحنا اللي كنحميو شمال افريقيا وحنا اللي حاملين شمال افريقيا، لولا الجزائر لانهارت افريقيا. هذا غير عطوكم جوج طيارات مروحيات. فخرج الليبيون، وأنا سمعتهم في كثير من المواقع، خرج الليبيون يهاجمون هذه العصابة الموجودة في الجزائر التي تقوم بصدقة، وهذه الصدقة تقوم ب يعني نشرها في الإعلام الجزائري وكأنها إنجاز عالمي. بدأ تصوير هذه المساعدات المتجهة إلى ليبيا من المطار. المصورون سبقوا وصول المساعدات إلى ليبيا، فصوروها في ليبيا، وصوروا وقايتهم المدنية في ليبيا. وكنت قد استمعت إلى ليبيين قالوا بأن عناصر الوقاية المدنية في ليبيا الجزائرية في ليبيا يقومون بسرقة المنازل، يقومون بسرقة ممتلكات الجثث. حينما يخرجون جثة يقومون بتفتيشها وأخذ كل ما تحمله هذه الجثة من أشياء ثمينة. يعني يسرقون الموتى ويسرقون الأحياء، ويتكبرون على الشعب الليبي بأنهم قدموا له مساعدات. المغرب فهم هذه الأسطوانة. غادي تقولوا لي لا باش عرفت واش حنا كانوا بيديروا لنا نفس الشيء. شوفوا، رجع لكم البونيف. بونيف نعس، حلم فقط بأن المغرب قبل بالمساعدات الجزائرية. هذا غير حلم. حنا عرفنا القصة ديال الوزير وهبي اللي تقطعوا ليه الفرانات، هذا موضوع اخر. ودرت لكم فيديو قلت لكم ان حاضرة الجزائر لا تحدد حتى اختصاصات الوزارات في الحكومات. وزارة العدل جابها لوزارة الخارجية، وزارة الخارجية مع الداخلية جابها لوزارة العدل، وشي حوايج بحال هكا. المهم درت لكم الفيديو وقلت لكم حضرة الجزائر لا تفهموا في المؤسسات لأنها هي عصابة فقط. بونيف حلم بأن المغرب قبل المساعدات. شفتوا الفيديو اللي خرج به، والفيديو راه داير حالة في وسائل التواصل الاجتماعي. الطائرات الجزائرية في الرباط، سننقذ الشعب الفقير، سننقذ الشعب المقهور، نحن القوى الضاربة، نحن منقذي شعوب شمال افريقيا. هذا الشيء غير حلم. تصوروا معايا خوتي المغاربة كون كان هذا الشيء صحيح. تصوروا معايا خوتي المغاربة كون كان فعلا المغرب قبل هذه السخافات، ماشي مساعدات، سخافات من دولة لم توفر لشعبها حتى العدس. تصوروا كم عدد البونيفات اللي غادي تلقاوهم في وسائل التواصل الاجتماعي، كم عدد المقالات اللي غادي تلقاوها في صحافات العصابة، كم من بلاطوهات تلفزية ستنشر على الإذاعات الرسمية الخرخورية لمدة سنوات. تتكلم عن ماذا؟ ليس ساعدنا أشقائنا أو لا شي حاجة، لا، التنمر عفوا. يعني نفس الشيء اللي داروه مع تونس، نفس الشيء اللي داروه مع ليبيا. فتصور أخي المغربي، احنا اللي كيعتبرونا عدو كلاسيكي ماذا سيقولون؟ ونحن نعلم، أنا أعلم وأنتم تعلم، وأنت تعلم وأنت تعلمي، والعالم يعلم بأن لو جئنا نقارن الدولتين المغربية والجزائرية لوجدنا بأن النظام العصابة الجزائر جعلت من دولة الجزائر أفقر دولة اقتصاديا، سياسيا، علميا، صناعيا، اللي بغيت من جميع. ما كاين حتى شي ميدان اللي الجزائر فيه أصبحت اليوم قوية، إلا في البروباغندا والكذب والنفاق وقهر الشعب الجزائري. الجزائر أقوى دولة في العالم تقهر شعبها، حتى أصبح الشعب الجزائري أكبر شعب في العالم خواف. والله العظيم إلا الجزائريين مقهورين ومشدودين من القرجوطة، ولكن
الخوف من الحراش، الخوف من المخابرات العبلاوية التي اللي كتحقر على شعبها، جعل هذا الشعب مسكين يقبل بالبروباغندا ويؤمن ما تقول له، وكيحضر راسو وتيقول غير تفوت راسي وتجي من ما بغات. أي واحد تكلم في الجزائر اليوم وأصبح يكون له صوت إلا ويتم تكسيره إن لم يتم تصفيته بصفة مباشرة. إذن هناك هاد المعلومات كلها أنا ملي هضرت لكم على الجزائر لما أتكلم عن فرنسا، لكن ما ينطبق على عصابة المراضية اللي هي تقشر ماكرون ينطبق على فرنسا كذلك. ففرنسا كانت تريد لأن فرنسا تحارب المغرب بالجزائر، والجزائر تحارب المغرب ببوليزاريو، يعني نفس الأفكار متسلسلة. كانت فرنسا والجزائر يريدون أن يصوروا للعالم بأن المغرب دولة فقيرة متخلفة من دول العالم الثالث، ولو لم تكن مساعدة الجزائر وفرنسا لا كان المغرب في خبر كان. يمكن حتى يقولوا لي اللي بداوا يقولوا من بعد بأنهم كانت الدولة المغربية ستختفي والشعب المغربي سيختفي إن لم تتدخل المساعدات الجزائرية الفرنسية. لكن الحمد لله المغاربة أبهروا العالم وبينوا للعالم لمن في العالم، لأصحاب الضمائر الحية في العالم. وراه كاينين ضمائر حية في الجزائر وكاينين ضمائر حية في فرنسا بدأت تتكلم وتقول الحقيقة بأن المغرب ملكا وشعبا أبهروا العالم وبينوا للعالم بأن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والعلاقة بين الملك والشعب خطوط حمراء لا يمكن لأحد أن يخترقها. نكون الحمد لله يدا في يد في الأزمات، في الأفراح نضحكوا بيناتنا، في الأحزان نتحدوا بيناتنا، في مشاكلنا الداخلية نختلف بيناتنا. هذا هو المغرب. وإلى حد الساعة لم ولن يفهموا، أتكلم عن العصابة في المرادية وحتى العصابة في ليليزي، لن يتمكنوا من فهم هذه المعادلة. معادلة معقدة. علاقتنا مع الشعب الفرنسي علاقة حميمية، لكن عصابة ليليزي اللي جندت كل شيء الإعلام ديالها ضد المغرب ولم يحققوا شيء، خرج الرئيس بنفسه ليدخل المعركة ويخاطب المغاربة بطريقة مباشرة وكأنه في عقله وفي نفسه هو الرئيس المغرب. إذا كنت رئيسا في الجزائر وكنت تباس في الجزائر وكنت تفرش لك الزربية الحمراء في الجزائر وكنت تتجول في مدن الجزائر بدون مرافقة رئيس الجزائر وشفناك في وهران وشفناك في بزاف تاع المدن، فلا تظن بأن ولايتك الموجودة شرق المغرب هي المملكة المغربية. تحياتي اخوتي المغاربه، الله يرحم الاموات ديالنا، الله يشافي المعطوبين والمرضى، وحملتنا مستمره ان شاء الله يدا في يد. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما هذا الزلزال وهذه الارواح التي زهقت من اجل ان هذه المنطقه تبنى من جديد وبطريقة عصرية مع الحفاظ على التراث، وأن يعيش باقي سكانها في نعيم إن شاء الله. وشفنا المياه اللي تفجرت من الجبال، وشفنا يعني الخطة الملكية لإعادة البناء والأموال التي ستضخ في هذه المناطق. إن شاء الله ستكون بشرى على كل سكان هذه المنطقة. والثمن دفعناه غاليا، هي أرواح المئات والمئات أو الآلاف من الناس. أحبكم في الله أخوتي المغاربة، واصلوا جهودكم، سنبني بلدنا وسنبنيه طوبة طوبة كما عودنا المغفور له محمد الخامس والمرحوم الحسن الثاني، وكما يترأسه اليوم محمد السادس، أسره الله لا يطول في عمره الله يشفيه. أحبكم في الله والسلام عليكم.